السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش عمرك سولتي راسك علاش الا جيتي مشي ماتش ديال الكرة اولا كان الجو سخون كنتي كتمشي على برا ورجعتي للدار بغيتي تشرب؟ اول حاجه كتقلب على الماء البارد وغير كتشرب الماء كتحس بواحد الارتياح. اما الا ما تلاقيتيش الماء بارد كتاخذ الماء من الروبيني، ولكن فاش كتشربو ما كيكونش عنده نفس التاثير ديال الارتياح. اجي نعرفوا علاش. فاش كتحس بالعطش الجسم ديالك كيخصو واحد الترطيب سريع، والماء البارد كيساعد على خفض درجه حراره الجسم، والشيء اللي كيعطينا واحد الراحه فوريه وواحد الانتعاش في البلاصه، خصوصا في الايام الحاره. والماء البارد كينشط المستقبلات الحسيه في الفم والحلق، وهذا الشيء اللي كيعزز الشعور بالانتعاش، لانه هذه المستقبلات كتفاعل بشكل اقوى مع البروده وكترسل واحد الاشاره للدماغ ديالك اللي كيعطي واحد الشعور بالراحه والانتعاش. اما الا كتشرب الماء الدافي او السخون فالمستقبلات الحسيه كتفاعل بواحد الطريقه مختلفه، لانه هذه المستقبلات واخا كتنبه الجسم بالشعور بالراحه ولكن ما كتعززش الانتعاش، على العكس كتقدر تزيد الشعور ديالك بالعطش، لانه واخا المياه الدافيه او السخونه كتساعد في الهضم الا ان التاثير ديالها على اللسان والمستقبلات الحسيه كيخليها اقل فاعليه في ارواء العطش. فبالتالي المياه البارده كتنشط المستقبلات اللي كاينه في اللسان بطريقه كنشعروا بها بالانتعاش السريع، بينما المياه الساخنه تقدر تخلينا نشعروا بالحراره اللي كيزيد من شعور العطش. اذا في المره القادمه الا حسيتي بالعطش اختار الماء البارد لانه الخيار الافضل للجسم ديالك. وهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، وإلا عندكم شي سؤال وبغيتونا نجاوبوا عليه كتبوا لي هنا في التعليقات، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك في القناه. تهلاو.